على اليسار ركنية على اليمين غيث والركنية عباسي بوكس في الصندوق الأمامي بسام إصرار في على اليمين كيف ستكون مجدد أناسية عن طريق أحمد خليل ولكن لخبطة في المستطيل الصغير. يسار عدت الكرة في الضيق الكرة عرضية سيس ولكن الدفاع للفريق تنفذ الكرة بسرعة. كرة على اليمين غيث السيست. صادق السالمي سيعلن على نهاية الفصل الأول. نعم محمود بالمقاس بالراس في مرة أولى ولكن حبيب يخرج الكرة. لعب مع الفريق الأول قدم هدف جيد ومن ثم الآن خير الفريق أنه يكون بالوافي. عزيز غريسي والآن تترقب الكرة بالراس. بيدا نجح في استخلاص الكرة الماضية كلاعب ولمسات كهجمات موجود والراسية تأتي في هذه المرة على اليسار وكل مرة يريد أن يسجل ويعدل النتيجة. راسية حضرت الكرة في الشباك والخضراوي يسجل. غاب كينغسلي وحضر الخضراوي بالراس في هذه الأثناء. الضربة جات والمباراة تحلات والسيا ما عاد كيما اللي فات. هذه البشرة الأولى ولكن بشير يساره ويمينه والراسية والتسديدة والجول جول. حضر حمدي العبيدي في المكان الصواب سجل في المكان الصواب وضع الكرة ويحتفل بذات العنوان في هذه الأثناء. هذه كرة حمدي العبيدي قال أنا معوض كينغسلي. اللقاء دخلوا دافيد بيتوني بتشكيلة عرفت غياب معز حسن للإصابة. اليفرني أساسي وأول ظهور للسهيلي وآيت مالك والليبي علي يوسف. في المقابل لطفي القادري بدون تغييرات. نفس التشكيلة اللي خاضت لقاء قفصة تبدأ في رادس. والبداية كانت مفاجأة لزملاء ياسين الصالحي. الإفريقي يدخل اللقاء بقوة و5 دقائق فقط كانت كافية للتسجيل. كرة ثابتة راجعة من الدفاع. أحمد خليل على الطاير يسدد والسيد يتصدى بصعوبة. كينغسلي إيدو في المتابعة يحط كرة في الشبكة ويفتتح نتيجة لفريقه. ركنية تتلعب قصيرة. الصغير يوزع وحمزة بن عبده بالراس يغلط منتصر السيد ويمضي على الهدف الثاني بعد 10 دقائق لعب. بعد قبولها للهدف الثاني شبيبة العمران حاولت تصعد أكثر للهجوم وفرصة كبيرة أتيحت لإيهاب بالرجب بعد تمس طويل لكن تسديده في دين اليفرني بقوة وعكس هجوم سريع يقوده السرارفي. يمرر للصغير اللي بدوره يمهد لآيت مالك في وضعية وجه لوجه ما يستغلش الفرصة يسدد وغيث بن حميدة يتدخل تقريبا أمام الخط النهائي للمرمى. فرصة كبيرة تضيع على بلال آيت مالك اللي كان قريب مرة أخرى من التسجيل هالمرة بعد عمل كبير من علي يوسف يتلقى الكرة ويسدد قريب من القائم الأيسر المرمى العمران. آيت مالك مرة أخرى مصدر الخطر في هجوم الإفريقي إماد إيدو اللي موه ثم يسدد في دير الحارس. النادي الإفريقي وصل انطلاقته الناجحة في البطولة وانتصار جديد في قفصة 3-0 أمام القوافل اللي تتكبد ثالث هزيمة لها والثانية على التوالي في ميدانها رغم التعزيزات الجديدة في صفوف الفريق إثر رفع منع الانتداب. رغم دخوله البطيء في اللقاء ما يتأخرش في التسجيل. ربع ساعة لعب كرة طويلة في اتجاه حمدي العبيدي. مهاجم الإفريقي يستميت على الكرة ينتظر المساندة وتمريرة ممتازة لبلال آيت مالك اللي ينجح في مغالطة رائد رابحة يفتتح النتيجة ويمضي على أول أهدافه مع فريق بيبي جديد.
والافريقي كان قريب من اضافه الهدف الثاني بعد قطع كره من حمدي العبيدي لنويل إيكبيري. الحكم يظفر مخالفه بعد اشاره من مساعده الثاني وسط احتجاج لاعب الافريقي. النادي الافريقي رغم افضليته في الشوط الاول فانه ما خلقش عديد الفرص، لكنه كان قريب من مضاعفه النتيجه في الدقيقه 41. كرة طويلة على اليمين، العبيدي أسبق من المدافع يمرر للسرارفي اللي بدوره يمهد للعبيدي. تسديدة أرضية وتصدي ممتاز من الحارس. أيت مالك في المتابعة أمام مرمى فارغ يضرب كرة على العارضة. دافيد بيتوني يقحم سيماكولا، العرفاوي قلالش وبوعبيد بعد إصابة علي يوسف قبل الدخول في ربع ساعة الأخير. الأوغندي كانت سيماكولا في أول كراته يضرب كل دفاع القوافل ويخرج حمدي العبيدي وجها لوجه مع الحارس. مهاجم الافريقي يسدد ويمضي على الهدف الثاني لفريقه في 74 دقيقة لعب. الافريقي سهل على نفسه نهاية اللقاء بالهدف الثاني، لكنه بحث على هدف آخر. سيماكولا مرة أخرى تمريرة ممتازة يخرج 3 ملاعبية وجها لوجه، لكن العرفاوي يخسر الكرة بطريقة غريبة أمام الحارس رائد رابحة. النادي الافريقي في الأخير يتمكن من إضافة الثالث عن طريق عبد الملك قلالش اثر توزيعه من الزعلوني رجعها الدفاع. الجزائري يسجل حضوره بقوة في أول لقاءاته مع فريقه الجديد. 3 أهداف ل0 وانتصار مستحق للنادي الإفريقي. 9 نقاط على 9 أمام القوافل اللي تعيش بداية موسم صعبة جدا. 3 هزائم في 3 لقاءات مع أضعف خط دفاع في البطولة. ثلاثة على 3 للنادي الافريقي وضيفه الترجي الجرجيسي، ومواجهة مباشرة رهانها تصدر ترتيب البطولة. بتحكيم ليسري بوعلي، النادي الافريقي كان المبادر بالهجوم بعد توزيع من بسام السرارفي في اتجاه حمدي العبيدي اللي حاول بلقطة فنية الوصول لمرمى الشرق. السيا لم يجد الحلول، بلال أيت مالك في مرة أولى، ثم حمدي العبيدي مقاسيتو تلقى أمامها الحارس سيف الدين الشرقي. الثنائي بيرونجي ويوسف سنينة حاولوا الوصول لمرمى اليفرني، لكن الافريقي اكثر واقعيه. دقيقتين كوقت بدل ضائع، كره من غيث الصغير في اتجاه بلال أيت مالك بصنعه كبيره يستغل خروج الحارس سيف الدين الشرفي ويفتتح النتيجه. في الوقت البديل للشوط الاول تجاوز خروج الحارس سيف الدين الشرفي. نشوفوا هوني الفنيات والصنعه في تفادي خروج حارس الترجي الرياضي الجرزيسي، احداث الفارق للنادي الافريقي. الشوط الاول ينتهي على اسبقيه النادي الافريقي امام الترجي الجرجيسي بهدف ل0. الشوط الثاني دخلوا النادي الافريقي من اجل تدعيم النتيجه. بسام السرارفي يسدد فوق المرمى. في الهجوم الافريقي اختير تمريره ممتازه في محور دفاع ترجي جرجيس في اتجاه بسام السرارفي ويسري الظفلاوي حاسم في التغطيه. دافيد بيتوني يقحم الثنائي قلالش والخضراوي مكان غيث الصغير وبلال أيت مالك. والترجي الجرجيسي يعود للهجوم. زوز فرص اختيرة على الدفاع الافريقي، الاولى ابعدها الحارس غيث اليفرني، والثانيه لم يحسن التعامل معها اشرف الجبل. في الاخير النادي الافريقي ينتصر بهدف ل0 امام منافس مباشر في حوار صداره الترتيب، و4 على 4 للسياق في خضم احتفالات الفريق بالذكرى 104 لتاسيسه.